السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهارده اعمل لكم كفتة بالبرغل، بس ايه، حاجة كده فخمة وجميلة جدا. بجد طعمها جميل جدا، وان شاء الله هقدمها لكم النهارده بتفاصيل ومقادير سهلة جدا ومش مكلفة. لو عندك برغل تعالي انا خليكي تعملي احلى كفتة. هتقدمها النهارده على قناة ايمان عرفة. بس لو حضرتك جديدة معايا في القناة، اوعى تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. طبعا انتوا شايفين الكفته النهارده بالبرغل شكلها عامل ازاي، وبجد الكاميرا كان ظالمه الصوره. بجد هي شكلها كان جميل جدا، بس الكاميرا ما جابتش جمال الكفته، وكمان طعمها حكايه. ان شاء الله النهارده هقدم لها لكم النهارده بمقادير سهله جدا ومش مكلفه وعندك في البيت. بس اهم حاجه تتابع الفيديو للنهايه، واتمنى كمان انت تديني لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. النهارده هعمل لكم كفته بالبرغل بسيطه جدا وسهله. طبعا انا هقدم لكم المقادير النهارده بالنص كيلو لحمه المفرومه. طبعا عايزه تعمليها جملي براحتك، عايزه تعمليها عجالي براحتك، دي حاجه بترجع على حسب الرغبه. هنا انا مقدماها النهارده عامله خليط بين العجالي والجملي. بس عامه الجملي بيبقى حلو جدا في الكفته. زي ما انتوا شايفين منظرها عامل ازاي، نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم حلقتي النهارده. زي ما قلت لكم انا هقول لكم المقادير بالنص كيلو اللحمه. هنا معايا بصلايه، يعني بصلايه كبيره، وحبه من الفلفل الاحمر. بتبشرهم كويس جدا، انا ببشرهم عشان انا عايزه اخد الميه بتاعه البصل والفلفل. هنا بعد ما بشرت البصل والفلفل حطيت ملح وملح مبهر. لو ما عندكيش ملح مبهر ما فيش مشكله، بتحطي ملح وتقلبيهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده في الفيديو، وتسيبيهم نص ساعة لساعة لغاية ما تصفي المية بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده انا صفيت كل كمية المية اللي في البصل، وكمان لسه بحطهم في المصفى واقعد اصفي فيها عشان انا عايزة البصل والفلفل يتخلصوا من المية بتاعتهم كلها. زي ما انتوا شايفين دي المية اللي هتخرج من البصل، هصفيها بالمصفى زي ما انتوا شايفين كده معايا، عشان انا عايزة المية بس. وهقول لكم برضه انا هعمل بقى ايه في نهاية الفيديو. وزي ما انتوا شايفين ده الخلاصة من البصل والفلفل. طبعا الكمية دي كبيرة عشان انا هعمل كمية كبيرة من اللحمة، عشان انا موظفة. ببدأ ان انا اعمل كميات واحطها في الفريزر واسوي على حسب يعني في الوقت اللي انا محتاجة فيه الكفتة. وزي ما انتوا شايفين انا هحط اللحمة كده في البصل والفلفل واقلبهم كويس جدا. وهنا معايا ربع كوباية من البرغل. زي ما انتوا شايفين انا عامله كميه، بس عشان انا عامله كميه لحمه كتير، فواخده نص كوبايه من البرغل، وثلاث معالق من النشا، ومعلقتين من الدقيق او 3 معالق، عشان بس الكفته معايا تتماسك وما تفكش معايا في السوا. وزي ما انتوا شايفين كده هنا هبدا اللي انا اضيف التوابل بتاعتي. هنا معايا بابريكا، معايا ملح، توابل لحمة، معايا بصل بودر، توم بودر، كل دي بالمعلقة الصغيرة، معلقة ممسوحة من التوابل اللي انا بقول عليها. ومعايا كركم وكمان جنزبير، لان الكركم والجنزبير طبعا بيتخلصوا من كل الدهون اللي في الجسم، ما تخليهاش تتخزن. فالجنزبير والكركم بيساعدوا على حرق الدهون. وطبعا التوابل على حسب الموجود عندك، مش شرط كل التوابل، وممكن تجيبي توابل اللي هي جاهزة، توابل الكفتة. وعندي قرفة برضو حطيت نص معلقة من القرفة عشان بس الطعم ما يظهرش جامد في الكفتة. ومعايا حبهان مطحون ورورة مطحون. كل الحاجات دي انا بحطها عشان الجسم ما يشربش يعني كميه دهون كتيره. وهنا حطيت معلقه من البيكنج باودر على نص كيلو من اللحمه، يعني معلقه صغيره من البيكنج باودر. بس طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر، انا عامله كميه كبيره من اللحمه، عشان كده كل المكونات كانت كتيره شويه. زي ما انتوا شايفين انا كده حطيت الدقيق وقلبت المقادير كلها في بعض، وهحط معلقتين من السمنه البلدي. لو متوفره عندك، مش متوفره خلاص اتنازل عن النوع يعني الخطوه دي. هنا بقى دي ميه البصل. هنا حطيت معلقه من السمنه معلقتين من الزيت، وحطيت كمان رشه من الفلفل، وكمان حطيت معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، وكمان حطيت
ملح على حسب الرغبة طبعا. ما تملحيش مية البصل عشان دي هنصبع بيها الكفتة. وحطيت نص معلقة صغيرة ممسوحة من ملح المبهر. وزي ما انتوا شايفين كده قلبتها كويس جدا، وهبدأ ان انا اصبع بيها الكفتة. وبرضه ممكن تحط رشة من التوم البودر، واللحمة بتظبطي الملح على حسب الرغبة. زي ما انتوا شايفين كده معايا انا بحط ملح مبهر، ورشة من الملح الصافي من غير اي حاجة، ورشة من الفلفل، ومعلقة من الصلصة، وكمان معلقة من السمنة لو متوفرة عندك. طبعا لو حضرتك ما عندك السمنة بلدي ممكن تتنزلي وبتحطي مكانها زيت. زيت بيدي لمعة للكفتة. هنا معايا العصيان بتاعت الشيش طاووق، او معلقة ممكن بتستخدميها، وتبدأ ان انت تبليها بالمية بتاعت البصل اللي انا قلتلك عليها. فهو ده بيديني طعم كمان للكفتة، وبيدي لمعة للكفتة كويسة جدا. اللمعة دي هتشوفوها ان شاء الله بعد التسوية، عشان ما كانش ظاهر عندي كما يجب في كاميرا الموبايل اللي انا بصور منه. هنا خدت قطعة من الكفتة، وهبدأ امسك عصايتين جنب بعض، وهبدأ ان انا اصبع بيها الكفتة بتاعتي، واحطها في صينية مدهونة زيت، وبتسخني الفرن. وبعد كده بتحط بعد ما بتخلصي كمية الكفتة بتاعتك في الصينية، او الصينية تتملي معاكي، بتبدأي ان انت تحطها في الفرن على درجة نار متوسطة لغاية ما تستوي اللحمة. وتبدأي عايزة تشغلي عليها الشواية على حسب الفرن بتاعتك، عايزة تكملها سوا لغاية ما الفرن يديها اللون المناسب، دي بترجع على حسب الرغبة. وكده دي وصفتي النهاردة للكفتة بالبرغل. اتمنى ان شاء الله الوصفة تكون تعجبكم، ولو اي استفسار اكتبوها لي في التعليق وانا هرد عليكم. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. واتمنى لو حضرتك جديده معايا في القناه، اوعي تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. واتمنى كمان تديني لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وتساعديني ان الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهدين. وكمان اتمنى ان تشيري الفيديو طبعا لاحبابك واصحابك عشان بس القناه تكبر بيكم. وانا مبسوطه جدا من عدد الاشتراكات اللي بتدخل على القناه، يعني مبسوطه بيكم جدا. واتمنى ان شاء الله الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. زي ما انتم شايفين الكفته شكلها عامل ازاي، ممكن تقدموها بالبطاطس المحمره، مكرونه محمره، وكمان ممكن انا اكلتها بصراحه جنبها شويه سلطه. بس عايزين تضيفوا كمان لو في عدد افراد اسره كتيره، انا اسفه، بتعملي مكرونه محمره جنبها او بطاطس محمره، فعلى حسب الرغبه. ممكن كمان تعملي مكرونه بصلصه، دي بترجع على حسب الرغبه. زي ما انتم شايفين الكفته جميله جدا، واتمنى ان شاء الله تجربوها بجد، هتديكم كميه ومش هتفك معاكم بالمقادير اللي احنا حطيناها. السلام عليكم ورحمه الله.